الصورة القوية هي اللي بتكون متنورة صح، وهنا ما قلتش متنورة كتير لان اوقات بنكون محتاجين الصورة ما يكونش فيها اضاءة كتير. وهنا عندنا نوعين من الاضاءة، لو كي ودي بتستخدم في الدراما والافلام لانها بتبقى مليانة ظلال كتير. الهاي كي وده اكتر شيء بنستخدمه في التصوير التجاري لانه بيوضح كل ابعاد المنتج او الشخص اللي بيتصور. وصعوبة الهاي كي هو انك تعمل سوفت لايت او صورة ناعمة. عشان نوصل لها عندنا 3 عوامل عشان نركز عليهم. العامل الاول هو قوة مصدر الضوء، كل ما كان المصدر قوي ممكن يضرنا ويبقى حاد. الجزء اللي على اليمين بيتقال عليها هارش لايت، وهنا بنشوفها اكتر من خلال الظلال اللي موجوده ورا، بخلاف الصوره اللي على الشمال اللي هي سوفت لايت. العامل التاني هو المسافة بين اللي بيتصور وبين مصدر الضوء، وهنا بنلاقي ان كل ما بنبعد العنصر اللي بيتصور عن مصدر الإضاءة كل ما الإضاءة حواليه بتبقى أنعم. العامل الثالث هو حجم مصدر الضوء نفسه، كل ما كان حجم مصدر الضوء كبير كل ما كان بيتوزع بشكل أكبر وبيعمل الصورة أنعم. طرق اقتصادية تخلي الصورة بيها أنعم: استخدم قطعة قماش لونها أبيض على مصدر الإضاءة، استخدم ديفيوزر وده ممكن تلاقيه في أمازون بسعر بيبدأ من $15، والبديل الرخيص بتاعه ورق الكلك أو ورق الزبدة وده هيقلل من حدته. تعكس باستخدام العاكس الريفلاكتور، والبديل الرخيص بتاعه ورق الفويل بتاع المطبخ. 4 هو إنك تعكس على حيطة بيضاء ودي أبسط طريقة.